إذا جاي على بالك ناجتس سهل وبدون تعقيد ومن غير بيض، وصفة اليوم إلك. سهلة واقتصادية وممتعة كثير، مش راح تحسوا بالوقت وانتوا عم تعملوها، والنتيجة طراوة من جوا وقرمشة من برا. يلا نبلش. أول شي عندي نص كيلو من صدور الدجاج، فرمت على محضرة الطعام فصارت عندي بهذا الشكل. انتو فيكن تستعملوا مفرمة اللحمة أو جيبوها مفرومة ناعم جاهزة. رح ضيف لها 3 ملاعق طعام من البقسماط، ملعقتين طعام من النشا، ملعقة طعام من الكريمة الحامضة. الكريمة الحامضة والنشا فينا نستبدلهم ببيضة. رح تبلهم بملعقة صغيرة من الثوم البودرة وملعقة صغيرة من البصل البودرة، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض أو الأسود، ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا، ورشة من جوز الطيب والزنجبيل، وملعقة صغيرة من الملح، ملعقة طعام من الزيت النباتي. وهلق بإيدي رح أعجن الخليط كثير منيح لحتى يتجانس ويتماسك ويصير عندي بهالشكل. وهلق رح أجيب أي صينية عندي وشكل الناجتس بالشكل والحجم اللي أنا بدي إياه. رح آخد تقريبا هالمقدار، كوره على شكل كرة، رح شكله بهالشكل وبهالطريقة، وصفه بالصينية، ورح خلص كل الكمية وارجع. وبس خلصت كل كمية الناجتس، طلعوا معي تقريبا 18 قطعة بهالحجم. رح دخلهم على البراد مدة نص ساعة لحتى يتماسكوا مش أكثر. بعد نص ساعة طلعتهم من البراد وإجا دور نغلفهم. أنا رح استعمل تغليفة من غير بيض. عندي 3 صحون، بالصحن الأول حطيت شوية طحين يعني تقريبا شي نص كوب، وبالصحن الثاني كمان عندي نص كوب من الحليب. رح ضيف له ملعقة طعام من النشا، رح خلط النشا مع الحليب لحتى يذوب تماما. الحليب أكيد لازم يكون عندي بارد. وبالصحن الثالث عندي خليط البانيه الجاهز يعني تقريبا شي نص كوب. إذا مش متوفر عندكم خليط البانيه الجاهز فينا نستعمل البقسماط العادي أو نطحن شوية كعك، بس يفضل تكون الطحنة شوية خشنة مشان تعطينا القرشة اللي بالناجتس. وهلق كل قطعة ناجتس رح غلفها أول شي بالطحين، بعد هيك راح أغمسها بالحليب، وآخر شي بخليط البانيه الجاهز لحتى تصير عندي بهذا الشكل. وهلق بعد ما خلصت كل الكمية رح دخلها على البراد 10 دقايق قبل القلي لحتى تتماسك. انتو بهاي المرحلة بتقدروا تفرزوهن مشان تستعملوهن لوقت لاحق بعدين. واخيرا رح اقليهن بزيت غزير على درجة حرارة متوسطة مشان ما يحترقوا معي من برا ومن جوا تضل حبة الناجتس نية. انتو بتقدروا تختبروا الزيت بقطعة ناجتس صغيرة، اول ما تحطوها بالزيت لازم يفور ويطلع حواليها شوية فقاعات ناعمة، هيك بيكون الزيت صار عنا جاهز. رح اقلي الناجتس على دفعات صغيرة وكل شوي رح قلبهم لحتى يصير لونهم ذهبي من كل الجهات بهالشكل. وبعد ما خلصت كل كمية الناجتس رح احطهم بأي صينية أو صحن عندي، وتحتهم ورق زبدة أو ورق مطبخ، واتركهم شوي تصفي الزيت منهم قبل التقديم. شفتوا كيف؟ لا بيض ولا تعقيد وطعمتها مثل الجاهز، إذا مش حتى أطيب. جربوها وشاركوني شو طلع معكم بالتعليقات، وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي. صحة وهنا.